تشهد منطقة زوارة الليبية المحاذية للتراب التونسي معارك قبلية عنيفة ما زالت متواصلة إلى حد الآن. عنف حربي وأوضاع متوترة يخشى أن تطال الحدود الجنوبية للبلاد. النقل التالي والتفاصيل. عاد دوي الرصاص سريعا وقويا من فوهات الأسلحة الخفيفة والثقيلة، معلنا بذلك توقف هدنة وصفت بالهشة وفشل كل جهود المصالحة التي بذلت بين مقاتلي مدينة زوارة من جهة وركدالين وجميل المجاورتين من جهة ثانية، واضعا في الميزان قدرة الدولة الليبية والجيش الوطني على احتواء النزاعات المسلحة الممتدة في الفترة الأخيرة جنوبا وغربا. طبعا احنا المطالب ما عندناش مطالب الا ان احنا اجبرنا على ان احنا وظلمنا، جونا هنا واخذوا بعض السيارات وزهقت ارواح، ومع هذا احنا سكتنا على هذا. لكن حاليا في منفذ راس جدير، هذا منفذ عمومي ومنفذ دولي ومنفذ سيادي للدوله الليبيه، مسيطرين عليه اخوتنا في زواره. بصراحه احنا هالمنفذ هذا هو الشريان لنا، احنا حتى ننقل مريض الى تونس نمشي 500 كيلومتر 600 كيلومتر للذهاب، وبالدليل انه ولامس نقلنا واحد مريض وتوفى في الطريق. فبصراحه احنا نبغى الدوله تسيطر، او الدوله هي تفرض نفوذها على هذا المنفذ هذا، لأن هذا منفذ سيادي للدولة الليبية. ولئن كان اختطاف سرية ثوار زوارة هو الذي أشعل فتيل النزاع بين الجانبين، فإن خلافات تبدو عميقة بين الجهتين ستخلف المزيد من الجرحى والقتلى إن لم يضع حد لها بشكل نهائي بحسب العارفين بالأوضاع قريبا في هذه المناطق. الله أكبر الله أكبر. الهدنة طبعا تم توقيعها أكثر من 3 مرات على أن يتم تسليم الأسرى الذين كانوا محتجزين من قبل كتائب الطاغية أزلام القذافي، ما زالوا يتربصون بنا في هذه المنطقة. تم القبض على هؤلاء الأبطال الثوار التابعين لوزارة الدفاع كسرية لحراسة الحدود، تأمين منطقة من راس الجدير شمالا إلى منطقة وازن والدهيبة جنوبا لمسافة 150 كيلومتر. القوة هذه تتشكل من مجالس عسكرية من نالوت وزوارة والزاوية، ووزارة الدفاع رفعت يدها عن هذه الإشكالية وجعلت زوارة تدخل في صراع هي في غنى عنها. يعني وزارة الدفاع طالما أصدرت تكليف لهؤلاء بقيام بمهمة يفترض أن هي من تتحاور أو تتفاوض أو تهدد إن كان هناك تهديد، ونحن هذا ما لا نتمناه. الأعمار اللي هو ما بين الجرحى كان حوالي يعني واحد أطفال كان من 2 إلى 6 سنوات، من 3 سنوات، كان هناك نساء، في مدنيين، في عسكريين كانوا حوالي من قرب 15 يعني جرحى وكذا. أما البقية كانوا عبارة عن مدنيين. أثر إطلاق الرصاص، أثر اللي هو شظايا من القذائف، وفي سقوط حتى منازل يعني. تمشي هكاك تمشي هكاك. الخطوة الأولى في مسيرة 1000 ميل تعثرت في الساعات الأولى. الخطوة الأولى في مسيرة 1000 ميل تعثرت في ساعاتها الأولى، ما يجعل مجهودات مضاعفة مطلوبة من قبل الجميع لوضع حد لحرب حقيقية انطلقت بين الإخوة. خميس بوبطان، التلفزة الوطنية التونسية، من على خط التماس بين زوارة وركدالي. ولمزيد